المستندات والأوراق المطلوبة والإجراءات اللي بناخدها في استخراج الفيزا أوقات كتير بتكون مرهقة، بس ده ما يمنعش إن الموضوع يستحق وبيكون ليه امتيازات كتير. وفي حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس هنقولك على 18 دولة تقدر تسافرهم فيزا فري بتأشيرة إنجلترا. لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. 1. مونتينيجرو. من أجمل امتيازات امتلاكك لتأشيرة سياحة إنجلترا أو تصريح بالإقامة هو قدرتك على دخول مونتينيجرو بدون فيزا والبقاء فيها لمدة 30 يوم. مونتينيجرو أو الجبل الأسود معروفة بأنها جنة دول البلقان، وهي بتقع جنوب شرق أوروبا. عملة مونتينيجرو هي اليورو، واللغة الرسمية هي اللغة المونتينيجرية، ولكنهم بيتكلموا الإنجليزية كويس جداً. طبعاً السياحة في مونتينيجرو يعني السياحة وسط طبيعة خلابة ساحرة، جبال بألوان مختلفة كلها على البحر الإدرياتيكي، تحس نفسك في فيلم بيتعرض كل مناظر طبيعية لراحة أعصابك. وفي مونتينيجرو بننصحك ما تفوتش زيارة مدينة تيفات، مدينة كوتور، ومدينة بودفا. 2. ألبانيا. بتقدر تدخل ألبانيا بدون فيزا لو كنت استخدمت تأشيرة سياحة إنجلترا قبل كده أو معاك تصريح بالإقامة ساري المفعول. طبعاً ألبانيا تعتبر امتداد للسحر وجمال دول البلقان. بتقدر تتعامل باليورو هناك أو بالليك الألباني العملة المحلية، والمميز عموماً في تكلفة السياحة في ألبانيا إنها منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية التانية. تيرانا هي العاصمة، ومدينة فلورا هي أجمل مدينة ساحلية في ألبانيا. 3. صربيا. صربيا هي كمان واحدة من دول البلقان اللي تقدر تدخلها فيزا فري وتقعد فيها لمدة 90 يوم لو كنت من حاملي تأشيرة سياحة إنجلترا أو تصريح بالإقامة. السياحة في صربيا بتعتمد بشكل كبير على طبيعتها الساحرة في الجبال والسهول الخضراء، وتعتبر تكاليف السياحة فيها منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية التانية. 4. مقدونيا الشمالية. واستكمالاً لدول البلقان اللي تقدر تدخلها فيزا فري بتأشيرة إنجلترا، دولة مقدونيا الشمالية مع سماحية بتوصل ل 15 يوم بس، وده لأنه تم إلغاء منح تأشيرات إقامة قصيرة الأجل. ولكن قرار إلغاء منح تأشيرات إقامة قصيرة الأجل آخره ديسمبر 2022 حسب الموقع الرسمي للدولة. 5. أرمينيا. في أرمينيا بتقدر تحصل على تأشيرة دخول عند وصولك المطار، وبتكون صالحة لمدة 120 يوم. العملة الرئيسية هي الدرام الأرميني، والدولار الأمريكي الواحد بيساوي أكتر من 400 درام. اللغة الرسمية هي الأرمينية والروسية، والعاصمة هي يريفان. 6. جورجيا. جورجيا كمان من الدول الأوروبية اللي تقدر تدخلها من غير فيزا لو معاك تأشيرة سياحة إنجلترا أو تصريح بالإقامة لمدة 90 يوم. جورجيا من الدول الأوروبية اللي مش هتحتاج كمان ميزانية كبيرة عشان تقدر تستمتع بالسياحة فيها، وده لأن سعر الدولار الأمريكي مقابل اللاري الجورجي بيساوي ما يقرب 3 لاري. كل اللي سافروا جورجيا قالوا لنا إن الشوبينج هناك حلو جداً، فلك أن تتخيل الشوبينج في واحدة من أرخص الدول الأوروبية ممكن يكون عامل إزاي. طبعاً جورجيا يعني تبليسي، مدينة باتومي، ومدينة مسخيتا. 7. تركيا. مسموح لحاملي جوازات السفر العادية إنهم يدخلوا تركيا بس عن طريق استخراج فيزا أو الفيزا الأونلاين ولمدة 30 يوم، بس بشرطين: إن يكون معاهم تأشيرة سياحة المملكة المتحدة أو إقامة سارية المفعول، بجانب إنهم يسافروا لتركيا على الخطوط الجوية التركية أو مصر للطيران. طبعاً تركيا كبلد سياحي تحتل الترتيب السادس كواحدة من أهم الدول السياحية في العالم، والحقيقة إن الحلقة مش هتسعفنا نتكلم عن جمال تركيا، بس طرابزون وأوزنجول واسطنبول من غيرهم الرحلة ما تكملش. العملة هي الليرة التركية، وسعرها حالياً منخفض قدام الدولار الأمريكي واليورو. 8. جزيرة كوراسو. واحدة من امتيازات امتلاكك لتأشيرة إنجلترا أو تصريح إقامة هو قدرتك على دخول جنة الكاريبي جزيرة كوراسو فيزا فري. كوراسو جزيرة في جنوب البحر الكاريبي مقابل فنزويلا، وهي تابعة لمملكة هولندا. 9. جزيرة سانت مارتن.
جزيرة سانت مارتن هي كمان أحد الجزر الكاريبية اللي تقدر تدخلها فيزا فري لو معاك تحديداً تصريح الإقامة في المملكة المتحدة ساري لمدة 30 يوم على الأقل من يوم وصولك، وبيكون مسموح لك بالبقاء في جزيرة سانت مارتن لمدة 30 يوم. وبالرغم من صغر حجم الجزيرة إلا إنها بتشتهر بشواطئها الخلابة والنايت لايف. ومن الدول العربية نذكر 10 قطر. بالنسبة لقطر بيشترط إن يكون معاك تأشيرة زيارة لإنجلترا أو تصريح إقامة ساري المفعول. بتحتاج كمان تقدم على تصريح السفر الإلكتروني ATA، وبعد كده بتحصل على تأشيرة الدخول عند وصولك مطار قطر. العاصمة هي الدوحة، والدولار الأمريكي عامل حالياً ما يقرب من 4 ريال قطري. 11 السعودية. أنت بتحصل على تأشيرة دخول عند وصولك المطار في السعودية لو معاك تأشيرة سياحة المملكة المتحدة، وبيكون مسموح لك بالإقامة لمدة 30 يوم. 12 المغرب. بالنسبة لتأشيرة دخول المغرب فأنت بتقدر تقدم عليها أونلاين وبتكون صالحة لمدة 180 يوم، بس ضروري تكون تأشيرة المملكة المتحدة صالحة لمدة 90 يوم على الأقل من وقت وصولك المغرب. 13 المكسيك أمريكا الشمالية. المكسيك من دول أمريكا الشمالية اللي تقدر تدخلها فيزا فري لو معاك تأشيرة المملكة المتحدة أو تصريح بالإقامة ساري المفعول. العملة الرسمية في المكسيك هي البيزو المكسيكي، والدولار الأمريكي بيساوي 20 بيزو، واللغة الرسمية هي الإسبانية. طبعاً يطول الكلام عن السياحة في المكسيك، فهي بتحتل المرتبة السابعة في الدول الأكثر زيارة حول العالم حسب تصنيفات السياحة العالمية، وهي دولة لها تاريخ وحضارة عظيمة زي الحضارة المصرية، وهي حضارة المايا وحضارة الأزتك. ومن الأماكن الجميلة اللي بننصحك بزيارتها في المكسيك مدينة كانكون. منتجع ريفيرا مايا، وطبعاً مكسيكو سيتي. 14 بنما أمريكا الوسطى. بنما هي واحدة من دول أمريكا الوسطى اللي تقدر تدخلها فيزا فري بس بشرطين. الشرط الأول إن ما تقلش صلاحية تأشيرتك أو تصريح إقامتك عن 6 شهور من وقت وصولك. الشرط الثاني إنك ضروري تكون استخدمت التأشيرة دي في دخول البلد، بمعنى إنك ضروري تكون دخلت المملكة المتحدة بالتأشيرة، يعني مش مسافر من مصر مباشرة على بنما بتأشيرة إنجلترا. وأقصى مدة ممكن تقضيها في بنما هي 30 يوم. العملة الرسمية هي بلبوة بجانب الدولار الأمريكي، وبيتكلموا هناك الإسبانية، والعاصمة هي بنما سيتي. 15 كوستاريكا أمريكا الوسطى. بتقدر تدخل كوستاريكا فيزا فري لو معاك بس تأشيرة إقامة دائمة في المملكة المتحدة، وتكون صالحة على الأقل 3 شهور من يوم وصولك. 16 جمهورية الدومينيكان. لو معاك تأشيرة إنجلترا أو إقامة دائمة سارية المفعول في المملكة المتحدة فمش هتحتاج تأشيرة دخول لجمهورية الدومينيكان، وبيكون معاك صلاحية للبقاء لمدة 30 يوم. ولكن وجب التنويه، في حالة إنك وصلت عن طريق البر أو البحر فهتحتاج تشتري بطاقة سياحية عند وصولك مقابل 20 دولار أمريكي، لكن لو وصلت طيران فبيتم تضمين البطاقة السياحية في تذكرة الطيران. وجمهورية الدومينيكان بالمناسبة هي واحدة من جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي. 17 أقاليم ما وراء البحار البريطانية. أقاليم ما وراء البحار البريطانية هي مجموعة أقاليم بتتكون من 14 ولاية تابعة للمملكة المتحدة، ولكن مش كلهم فيزا فري. نذكر من الأقاليم اللي تقدر تدخلها فيزا فري بتأشيرة إنجلترا أو تصريح إقامة جزيرة أنجويلا، جزر تركس وكيكس، ودي عبارة عن مجموعة جزر في أرخبيل لوكيان وبتقدر تقيم فيها لمدة 90 يوم. جزيرة برمودا، وأخيراً جزر فيرجن البريطانية، ودي مسموح لك بالبقاء فيها لمدة 6 شهور أو أقل بدون فيزا. 18 جبل طارق. بالرغم من اتباع جبل طارق لأقاليم ما وراء البحار البريطانية إلا إننا ما أضفناهاش ضمن القائمة السابقة، وده لأنها عشان تقدر تدخلها فيزا فري هتحتاج يكون معاك حاجة من ال3 دول: إما تصريح إقامة في المملكة المتحدة صادرة لمدة 12 شهر أو أكتر، أو تصريح إقامة بايومترية في المملكة المتحدة، أو تأشيرة دخول متعددة في المملكة المتحدة صادرة لمدة 6 شهور أو أكتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، ولكن وجب التنويه:
قائمة الدول المسموح بزيارتها فيزا فري بتأشيرة إنجلترا بجانب المدة السماحية والشروط الأخرى قابلة للتغيير، وعشان كده وجب الرجوع لسفارات الدول والمواقع الرسمية للتأكد. لو عجبك محتوى حلقتنا النهاردة تقدر تعمل لنا لايك وتتابعنا على قناة منفس تورز تي في. حلقتنا بتنزل كل خميس، فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار حلقتنا الجديدة.